السلام عليكم، ازيك يا حب؟ عامل ايه؟ احنا دايما بنسمع من ابهاتنا ومن امهاتنا ان الصاحب ساحب، ودي مع كامل الاسف الحقيقه المره. يعني مش كلام وخلاص. يعني بمعنى اصح ان الصاحب الاجابه تلاقيه دايما بيشدك لفوق، تلاقيه دايما بيقول لك يلا بينا نذاكر، يلا بينا نشتغل، يلا بينا نطور من نفسينا، يلا بينا نغير حياتنا. دايما بيشدك لفوق. امال الصاحب السلبي تلاقيه دايما بيقول لك طب واحنا ليه نتعب؟ ما كده كده في الاخر موتة ولا اكتر، والدنيا فانية وممكن نتعب وما نوصلش، ويقول لك اي كلام وخلاص. بيحاول بمعنى اصح يكسر مقاديفك وبيحبطك، وبيكون هو العجز اللي متعلق في رجلك. كل ما تيجي تطلع هو بيشدك لتحت. بس المشكلة مش في الصاحب الإيجابي ولا في السلبي، المشكلة في الناس لما بتبدأ تتعرف عليهم وتبدأ يعني تشوفهم، وتبدأ العلاقة بتاعتك تدور ما بين أول ناس تشوفها في حياتك. ففي ناس بتبقى مش واضحة من أول مرة. فأول مرة تلاقيهم بيقولوا كلام حلو، بيقولوا كلام جميل، بيدوك تفاؤل، بيدوك أمل، بيهزروا. بس مع مرور الوقت تلاقيهم هم أصلا بيشدوك لتحت. هم اصلا بيعودوك على العادات الغلط، بيعودوك على الكسل والفشل. بس سبب فيك انت. السبب بانك انت تختار بعقلك قبل ما تختار بقلبك. قلبك لما بيجي بيختار بعواطفه. اما عقلك لما بيجي بيختار على اللي يفيدك واللي هينفعك، وبيختار بالمنطق، وبيختار فعلا 100%. اما قلبك عمره ما بيختار 1%. فانت اختار بعقلك، واختار اللي لما انت تيجي تقعد معاه تحس بانك انت عايز تكون نسخة احسن من نفسك، تكون بني ادم احسن. انت راضي باللي انت وصلت له، بس في نفس الوقت بتتطلع الى الافضل. وانا برضو مش محتاج اقول لك الصاحب الايجابي تعمل فيه ايه، ولا الصاحب السلبي تعمل فيه ايه. واسأل نفسك دلوقتي وانت قاعد، هل صحابك بيسحبوك لفين؟ سلام.